أفادت وسائل إعلام هولندية أنه تم اعتقال البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري مساء الأحد في أمستردام، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة دفني، وهي أم أطفاله الخمسة. وبحسب صحيفة تليغراف واسعة الانتشار، فقد قضى هاري الليلة في زنزانة الشرطة، ويخضع للاستجواب منذ صباح يوم الاثنين. وأفادت تقارير إخبارية بأن دفني تقدمت ببلاغ رسمي لدى الشرطة صباح الاثنين، تتهم فيه هاري بالاعتداء عليها عدة مرات، وكانت تواصلت سابقا مع الشرطة بشأن هذه الادعاءات، لكنها لم تقدم بلاغا رسميا في ذلك الوقت. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد وقع الاعتداء الأخير مساء الأحد في أمستردام أثناء تسليم الأطفال في إطار اتفاقية الحضانة المتفق عليها بين الطرفين بعد انفصالهما، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما، حيث وجه هاري عدة ضربات إلى وجه زوجته السابقة، ما تسبب في إصابتها بآلام وإصابات جسدية. وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم توثيق الحادث بكاميرا مراقبة مثبتة على باب المنزل، وتم تسليم التسجيل للشرطة كجزء من التحقيقات الجارية. وكانت الشرطة تلقت سابقا إشارات عن وجود عنف منزلي في العلاقة بين هاري وزوجته السابقة، خاصة خلال فترة الانفصال التي شهدت اتهامات متبادلة بالعنف الجسدي والنفسي. وقد أجرت الشرطة سابقا محادثة مع هاري بشأن هذه الادعاءات. أطلق الله سراح بدر هاري. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.